السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا حنان السيد، ودي قناتي، قناة متخصصة في الطبخ. اللي بيتابعني لأول مرة اهلا وسهلا بيك. اتمنى لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير علشان يصلك كل ما هو جديد من وصفاتي، وكمان عشان الكل يستفيد. طيب احنا النهاردة هنقدم التشيكن كاري او الفراخ بالكاري مع المشروم. وصفة من ألذ الوصفات اللي ممكن نقول ان هي من كتر ما هي حلوة نقدر ان احنا ننفذها بسرعة جدا كوجبة للعشاء او للغدا. قدموها مع الرز الابيض او رز المبهر. راجعوا الوصفة للرز المبهر على قناة ويستمتعوا بالوصفة. ويلا بينا نبدأ. هنحط الطاسة بتاعتنا على النار وهنجيب معلقتين من الزبدة ونحطهم في الطاسة. على ما الزبدة بتاعتنا تسيح وتسخن انا هكون مجهزة 3 من الصدور، غسلهم كويس وهبتدي اقطعهم الاول طولي كده، وبعدين هقطعهم عرضي كده يعني شكل مكعبات صغيرة. في الوقت ده الزبدة بتاعتنا بتكون خلاص ساحت وسخنت. بننزل مباشرة بالفراخ بتاعتنا ونقلب تقليبة كده حلوة. وبعدين بنجيب رشة من الفلفل وكمان رشة من الملح ونقلب تاني لحد ما نوصل للون الذهبي الجميل. وكده بتبقى الفراخ بتاعتنا وصلت ل3/4 سوا. هنكون مجهزين 200 جرام من المشروم متقطع حلقات كده. هننزل بيه مباشرة ونقلب كله مع بعض كويس. وهديها كمان رشة من الفلفل ورشة من الملح. واللي حابب كمان في اللحظة دي او في الوقت ده يضيف كزبرة ناشفة تمام، بس انا هضيف خضرة في الاخر فبالتالي ما حطيتش ناشفة. هنقلب تقليبة كويسة لحد ما نحس ان خلاص المشروم دابل كده يبقى معناه استوى. هو بياخدش دقايق على النار. هنشيل بقى الحاجات كلها كده في بولة جانبية. وما نقلقش لو الزبدة لسه فيها بقايا من فتافيت فراخ او مشروم. احنا هنعمل الصوص على نفس الزبدة دي ونشتغل بقى على طول. هنجيب فصين من الثوم مفرومين ناعم، وهنجيب 2 حبهان و3 من القرنفل. ونقلب تقليبة كده لحد ما نحس ان الثوم دبل شوية. انا مش عايزاه ياخد لون، مجرد بس ريحته تطلع تمام. بجيب بقى معلقتين من الدقيق وانزل بيهم مباشرة واقلب كويس في كل الاتجاهات لحد ما الدقيق احس ان هو اتشرب من الزبدة. يبقى كده تمام. ايدي فيه على طول. بكون مجهزة كوباية من الحليب. ممكن طبعا ان احنا نخلي مثلا 3/4 حليب وربع كريمة طهي. ممكن ان احنا نعمل مثلا نص ونص حسب التست اللي انتوا بتحبوه. اشتغلوا عليه. انا هنزل بالكوباية شوية شوية، كوباية الحليب يعني شوية شوية. انزل واقلب لحد ما الكتل بتاعت دي تبتدي ان هي تمتزج مع الصوص وتمام. بنزل بقى كده في المرحلة دي بالفراخ والمشروم بتاعتنا ونقلب كده تقليبة كويسة. ونحط بقى البهار الاساسي اللي هو الكاري، معلقة كبيرة من الكاري ومعلقة كمان من الكركم. وزيادة بقى للتست الحلو نحط نص معلقة من القرفة. وده اختياري يعني مش كل الناس بتحب القرفة. فنقدر ان احنا نستغنى عنها، بس صدقوني بتدي طعم حلو قوي. بكون مجهزة معلقتين من الكزبرة الخضراء مقطعاهم مفروم وانزلهم على الخليط كده واقلب تقلبتين واقفل على طول. وبكده خلاص بتكون وصفتنا خلصت. نقدر ان احنا نقدمها. من كتر سهولتها مش قادرة طبعا الاقي كلام اعبر بيه عنها. جربوها بجد هتعجبكم جدا، خفيفة جدا للعشاء زي ما قلت. وكمان تقدروا تقدموها لو في عزومة او في غدا مع اي نوع من انواع الرز اللي انا ذكرتها.
اتمنى لو وصلتوا لحد هنا تكون الوصفة عجبتكم. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، اكون ممنونة جدا. واستنوني ان شاء الله في وصفات كتير، وان شاء الله يعني دعمكم ليا بيخليني استمر واكمل واقدم كل اللي عندي. متشكرة جدا، والسلام عليكم.